السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعينا الأحباء. قبل ما نبدأ بالشرح خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا شرحنا اليوم بأنه شلون تمنع أصدقائك بمشاهدة اللعب. طبعا الشرح اليوم حيل بسيط، بس اعطونا لايك واشتركوا بالقناة. الصراحة فهمكم شلون. شوف، كل ما عليك تروح على الإعدادات على الضبط، بعدين وين تروح على الخصوصيات. طبعا أنا يمي مكتوب بالعربي، إذا يمك مكتوب بالإنجليزي راح أفهمك بس كمل هذا مع العربي وراح أرجع على الإنجليزي. راح أفهمكم. شوف، عندنا هنا أول خانة ما هو، نجي على ثاني خانة. شوف هذا هو وين مشهور هذا مكتوب سماح للمشاهدة. شوف، إذا سويت تفعيل انت أشقد عندك أصدقاء باللعب، لما تلعب مباراة هم بكيفهم يقدرون يدعون على مباراة معك، بس لما نسوي تعطيل خلاص ما حد ما راح يقدر يشوف لعبك بعد. تمام عيني؟ افتهمنا هذا. بس افترضنا إذا يمك مكتوب بالأجنبي، راح أقول لكم شلون. طبعا لو حتى يمك مكتوب بالأجنبي نفس العملية، ماكو أي فرق. أخوي تفتح إعدادات، تجي هنا جوا قبل الأخير ب3، ومثل ما قلنا أول خانة ما هو، الأول خانة بينه 3-4 شغلات. ما هو، نجي على ثاني خانة. لما نجي على ثاني خانة شوف أني وين مأشر، هو هذا هو. على هذه اللي تخلي على اليسار راح يشوف لعبك، بس لما تخلي على اليمين ما راح يشوف لعبك أبد. تمام عيني؟ أتمنى فهمتوا الشرح، وصلني إلى نهاية الشرح. طبعا إذا استفادت من الشرح صلي على النبي، اكتب لي بالتعليقات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تنسى لايك واشتراك بالقناة ليصلك كل ما لدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.